بيكم في قناتنا اللي هنتكلم فيها عن سلسلة الاضطراب في كبسولة. في السلسلة دي هنتكلم عن التفاصيل بتاعة الاضطراب، سواء بقى الاضطراب بتاع الكبار مثلا زي الاضطرابات النفسية والاكتئاب والذي منه، وكمان الإعاقات أو التأخر العقلي والأطفال. وهنتكلم عن كل اضطراب والتفاصيل بتاعته والأعراض وأسبابه وإزاي نتعامل معاه. احنا كتيم في البرنامج دوت إن احنا نوعي الناس والأهل اللي حوالينا كمان إن المرض النفسي زيه زي المرض الجسدي كمان، وكمان نفهمهم المعلومات المغلوطة عن الاضطرابات، وإن كمان إن مصطلح كلمة مجنون ديت مصطلح غلط جدا لسه في 2024، ولسه لغايه دلوقتي الناس عندها نفس الفكر دوت وشايفه ان اي حد عنده مرض نفسي هو مجنون. بس طبعا الفكر ده غلط، لان معنى ذلك ان الناس كلها مجانين، بس طبعا مفيش الكلام ده. وعشان كده احنا عملنا البرنامج دوت عشان نوعي الناس ان مفيش حاجه اسمها جنون، وكمان ان هنعرفكم ايه الاعراض، بس مش معنى ذلك ان احنا نمشي في الشارع نشخص ان دوت عنده اضطراب مثلا انفصام او بارانويا، لان كلنا عندنا نفس الاعراض بس بتختلف، وساعات بيكون العرض بس موجود معنى ذلك نتيجه مثلا الضغط او القلق. فعشان كده انتظرونا في الفيديوهات الجايه هنعرفكم ايه التفاصيل كلها. سلام.